السلام عليكم، شراكم البنات، شراكم الزينات. جبت لكم اليوم بسبوسة مختلفة وخفيفة ومعطرة بمكون منعش جدا وبمقادير بسيطة وناجحة 100%. اللون ذهبي وقوام الله الله. نبداو بسم الله. هنا راح نسبق بالسيرو. راح ندير انايا كيلو سكر بزوج كيلات ماء، يعني ماء تاع الحنفيه عادي، ونحطوه هكا نخلط شويه، ومن بعد نحطوه على النار حتى يذوب لي هذاك السكر كامل، ونحركو غير بسباتو او ملعقه خشبيه. كيما راكم تشوفوا راه ذاب السكر هنايا. السيرو نخليوه نطيبوه، نخليوه على جهه، نخليوه يبرد تماما. بعد ما غلالي نحط له هذا الطرونش تاع تشينا ولا مندرين كيما راكي باغيه. نجيبوا البيضه تاعنا، ما يهمش اذا كانت من الثلاجه او من بدرجه حراره الغرفه، ونحطوا عليها فنجان ناقص اصبع سكر. يعني لهنا الحلاوه راح تكون معتدله البنات. اللي تحب تكون حلوه بزاف هذا اختياري. نخلطوا مليح هذاك السكر والبيض، نزيد عليهم الزيت كيف ناقص فنجان ناقص اصبع، ونخلط المكونات مع بعض حتى ينسجموا لي. يعني بالفوي برك ديري، ماشي شرط الباتير، ولا تقدري حتى ديريه بالفرشيطه عادي، اي بحاجه عندك، ولا ملعقه خشبيه كيف كيما تقدري. ثاني تخلطي كل شيء من بعضه في لاشواغ. هنا نزدت انايا الملح لتعديل الذوق، زدت ملعقه من الفانيلا، وزدت ملعقه فرينه، ونخلطوا كلش مع بعض كما تشوفوا. هنا راح نزيد انا المكون السحري اللي راح يعطيه هذاك الذوق المنعش اللي راح تاكلي منها وما تشبعيش. هاوليكم انا زدت هنايا عصير حبه تاع البرتقال، راح يعطيها واحد الذوق يا البنات. والله راح الوصفه هذه راح تخبيوها في عينيكم، بما انه جاي سيدنا رمضان، ربي يدخلوا علينا بالصحه والهنا. وهنايا نزيدوا الدقيق، ونضيفوا عليه باكي تاع خميرة الحلويات اللي هي 10 غرامات، نزيدوها كامل. بالنسبة للدقيق راح يكون متوسط، هذاك المتوسط اللي رايح شوية للخشين، ماشي رقيق خلاص. هذاك هاوليكم كما راكم تشوفوا. ونضيفوا هنايا مبشور البرتقال، ونخلطوا كل شيء مع بعض حتى ينسجم لنا الخليط. في الوقت هذا نكونوا حنا شعلنا الكويزينير ولا الفور تاعنا. نجيبو هنايا المول تاعي، ندير فيه شويه زيت ولا زبده، ونغبرو بهذاك السميد اللي درنا به المتوسط، ونحطو فيه الخليط كامل. تبعي برك الخطوات وراح تنجحي فيها، بما انه جاي سيدنا رمضان، وهاد الايامات اللي راهم قاعدين يصوموا ان شاء الله يصوموها بالصحه والهنا. وما تنسونيش اذا كنتوا اول مره تزوروا قناتي بلايك واشتراك في قناتي فضلا وليس امرا. هنا هكا نحطو انا في الفور على 170 درجه. بعد ما طاب لي هاوليكم سخون، راح نعسلو قدامكم. هنايا هذاك السيرو دار لي كاس ناقص اصبع، في كل كاس دار لي زوج كيسان البنات كيما راكم تشوفوا. نعسلو بيهم كامل، راح تدي لكم كامل تشرب كامل هذا السيرو، تجي مشربه الله الله. تزيين راح يكون اختياري، تحبوا ديروا لها غير تخليوها كيما هكا نورمال، تحبوا ديروا لها كاوكاو. انا نقسمها هنايا، انا قسمت لي 6 اطراف. تحبوا تقسموها على زوج، حدير لكم 12 طرف كما تحبوا. انا زينتها هنايا بشرائح تاع البرتقال وشويه مكسرات مرحيه. شوفوا كيفاش تتنحالكم يعني بالخف، دوك تشوفوا ما تتفتت، تقعد شاده روحها حاكمه روحها الله الله. تبعوا برك الوصفه من الاول للاخير راح تنجحوا فيها. وما تنساوليش تدعوا لي لما الله يرحمها بالرحمه. وكانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وتعجبكم، وتعطوا لي رايكم في التعليقات. نلتقي في وصفات أخرى ناجحة إن شاء الله واقتصادية. تهلوا لي في روحكم. سلام، دمتم في رعاية الله وحفظه.